سلام البنات خواتاتي، ان شاء الله تكونوا بصحه والسلامه. طول العمر يا ربي. عيد مبارك سعيد، دخل عليكم الصحه والسلامه وطول العمر باش ما تمنيتوا ان شاء الله. جيتكم فيديو جديد، جيت نشارك معكم هاد المقبلات كنت صوبتهم في العيد، وقلت علاش ما نحطهمش في القناه ديالي. ان شاء الله يعجبوكم وتجربوهم، علاش لا. صدقوني جاو رائعين. درت الدنجال واحد الطريقه، درتها في الكوكوط، وهاد القرعه جربتها من راسي، قلت علاش لا ما نشاركهاش مع خوتي وحبابي وعائلتي. ان شاء الله يعجبوكم وتجربوهم، علاش لا. وسمحوا لي كنغبر عليكم ولكن للظروف. نبداو ان شاء الله الطريقه ديال الوصفات. عندي هنايا 3 دنجالات قطعتهم على هكا على 4. عندي نص حامضه مصيره، عندي زيت زيتون، عندي الكمون، عندي التحميره، عندي فصوص 4 فصوص ديال الثومه، عندي معلقه كبيره خلطه ما بين القزبر ومعدنوس، وعندي الملحه. نبداو على بركه الله. غادي نحك الثومه هي الاولى. الا كانت عندكم الثومه كبيره غديروا عفس واحد، انا ما عندي عيش صغارين درت 4 الفصوصه. ان شاء الله يعجبوكم وتجربوا، علاش لا. قلت نشاركهم مع صحاباتي وحبابي وعائلتي. عاد كتاب نحطو شي فيديو، ولكن يسمحوا لي راه كنغبر، كاين لي الظروف باش تفيلمي وتمونطي وهداك الشيء راه كياخذ اخوتي الوقت. غادي نضيف اخوتي معلقه صغيره ديال الكمون، غادي نضيف معلقه ونص ديال التحميره. الفيديو واضح لكم اخوتي. غادي نضيف هذيك القزبر ومعدنوس، غادي نضيف الملحه. عينكم ميزانكم، تكثروش الملحه حيت الحامض المصير تا هو كيكون مالح. صافي غادي نضيف زيت زيتون، ندير غير القياس اللي غادي نشرمل به الشرمول اللي غادي ندير به، نخلط به الشرموله. صافي انا كنخلط الشرموله مزيان. صدقوني جا رائع. هاد الطريقه راه كنديروها حتى الدنجال اللي كنفوروه ونحمضوه. انا درتو في الكوكوت، كنت نديرو في كوكوت باش دغيا نزرب. رافقتو، راكم عارفين، رافقتو مع المشاوي نهار العيد. صافي هنايا غادي نشرمل هداك الدنجال اللي عندي. انا غنستعمل يديا، وكاين ما احسن من يدي، ما نكذبش عليكم. انا كنفضل ندير بيديا على ندير ليغات ونبقى ندير بيهم، كيجوني كيقنطوني، ما نكذبش عليكم. حنايا الحمد لله يدينا مغسولين راه يعني جداتنا والطباخات وداك الشيء راه كيستعملوا يديهم، ما كاين لا ليغات لا حتى شي حاجه. صافي انا كندخل سميتو الشرمونه مزيان، تنشرمل داك الدنجال اللي عندي. من بعد داك الحامض غادي نضيفو في الكوكوط. هنايا صافي جبت الطنجره ديالي، غادي نضيف هذاك الدنجال. نتوما ديروا عينكم، ديروا القياس ديال العائله ديالكم. صافي نخوي داك الشرموله تنديرها حتى هي. غادي نضيف الحامض مصير،
هنايا غادي ندير واحد شويه د الماء، نهبط هذاك الشرموله بلا ما نضيعوها. غادي نضيف هذاك نص كاس ديال الماء اللي بقى ليا، وغادي ندير مزاوده الحاره. بغيتو لي ما بغاش يدير الحار يدير السودانيه في الشرموله. انا ما عندي حاره بزاف، صافي غندير عاوتاني الزيت، لان هذاك الدنجل كيبغي شويه ديال الزيت. صافي انا سديت عليه الكوكوط ونقصت عليه البوطه، ان شاء الله من يوجد ان شاء الله وتشوفوا كيفاش غادي يجي. صافي هنايا نوريكم المقبله الثانيه. عندي هنا القرعه، كانوا عندي شي قرعات قلت اش غندير بهم، قطعتهم هكا دوائر. غادي نضيف لهم الملحه، وغادي نضيف لهم شويه الزعتر، صدقوني جات رائعه هاد المقبله اللي اخترعت من راسي. صافي وهنا غادي نضيف شويه الزيت البلديه، دهنا بالزيت باش نديرها تشواليه في الاير فراير. هذيك اير فراير والله كتنفعنا والله بصح، راه اللي اخترعها راه عرف شنو يخترع، كتنفعنا بزاف. بغيتي تسربي بيها وداك الشيء دغيا كتسربيك. هنايا خوتي مي غادي ندير هاد التشواليه، غادي ندير نرش عليها شويه د المعدنوس. صافي انا غادي درتها في الاير فراير. هنا مي غادي نخشيها اخوتي تحمر، مي تقرب توجد غنرش عليها واحد شويه د المعدنوس هكا. صافي هنايا راني حطيت هنايا، صافي هذا هو الشكل ديالها تحمرات، وغادي ندير عليها الفرماج. صدقوني جات رائعه جدا ما نكذبش عليكم. هذاك المذاق ديال الزعتر وهي مشويه والفرماج جات فنه. ان شاء الله تعجبكم وتجربوها علاش لا. هادو هما خوتي الوصفات اللي قدمت لكم، يعني فيديو خفيف ظريف. هاد الدجاج كي جا راه باين في الصوره جا معلك. القرعه حتى هي جات زوينه، المذاق رائع. ان شاء الله تعجبكم وتجربوهم علاش لا. وسمحوا لي كنغبر عليكم عيد الظروف والله. وما تنسونيش اخوتي باللايك واشتراك وتفعيل الجرس فضلا وليس امرا، باش تشجعوني وبدا نحط لكم الوصفات اللي كنعرف. ايوا بلا ما نطول عليكم اخوتي، وعيد مبارك سعيد. باش ما تمنيت اخوتي وسمحوا لي كنغبر عليكم، وما تنسونيش باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد، وما نغبرش عليكم ان شاء الله. ومع السلامه.